اللي انت ناوي تسويه؟ انت تعرف ايش يعني واحد مننا يموت معانا في بيت الوتد؟ تشي تشعل الحرب. هي ما تشعلش فترة الحرب، لكن لو تشينا نشعلها نشعلها واحنا مستعدين لها. باسم نزلنا اصلك، ما ترتفع السكينه ببيت الشيخه ابدا. انت اخر واحد تتكلم لان انت جاهله، مش انت داري ما بتعلي. دخلتي قطاع الطرق بيت الوتد وبتعالجيهم وانت عارفه انهم قتلوا اخوتي، صح؟ الشيخه داري باللي تفعله؟ والله ما لها علم بحاجه. بس بعيني بعيني يا باسم. خطوه واحده قسما بالله لا خليك تسوي بالجمجمه حق ملان القريه. مكانك. باسم اهدأ، ما انتش واعي باللي بتسويه. باسم انت راكن ان الشيخه عتفرح لو فعلت لها قتل داخل غرفه ابنها الضايع. باسم أنا سكت على جنانك من أول. من صدقك بتعتقد إن إحنا اللي فعلناها؟ أو بتعتقد إننا عوالم أأمر بقتل عيال عمي؟ طالع الساعة ابوش بالضبط. خنت والعهد والولاء، ما بش في دمكم درة ولا احترام. أنا غسلت يدي إن أنت بنت عمي من يوم ما تزوجتي زعيم النجاسة. باسم حكم اشتيت على أبي، لكن زوجي لا يمه، اهدأ يا باسم وخلينا نتحاكم بهدوء. ولا تسمع كلمة. يلا من قدامي، أنا شيخ الرجال، أنا وسط القرية وأعدمك قبال الكل. يلا هاي باسم. فلت الولد من يدك يا جاهل. رجع نصلك، رجع نصلك. الحق بعدين.